طبعا انتوا عارفين ان العبد له فرعين، فرع في شارع شريف، في اول شارع شريف، والفرع الثاني اللي موجود في طلعت حرب. طبعا يا ريت لو يعرف يعمل لنفسه فروع تانية وينتشر في اماكن اكتر في الجمهوريه. الصعيد كبير جدا، وفي ناس بتحب منتجات العبد جدا، انت واخد بالك؟ يعني لو فتحت لك فرع هناك اكيد هتلقى جمهور كبير، وهتلقى اقبال شديد جدا جدا جدا. هيفضحكوا بقى اهو، الجبنه الرومي مش واصله لاخر السندوتش ده. وب 24 جنيه. جعان؟ تيجي ناكل. البس بسرعة أنا جعان. جعان. اتنازل لزميلك كيلومترين نصفين وحطهم في قلب المية وكلهم. جمهوري الجميل، مساء الفل والخير والسعادة عليكم، وإن شاء الله تكونوا بألف صحة وانتوا بتتفرجوا عليا. رجعت لكم بفيديو جديد وبحل جديد، وهنقيم وهنشوف المحل ده بيأدي أداء محترم ولا بيلعب وبيعمل معانا حركات مش تمام. النهارده رحت فرع العبد اللي موجود في طلعت حرب، وجبت لي بيتزايه، وجبت لي اللي هو سندوتش اللي بالجبنه الرومي ده، تمام. وهنجربهم مع بعضينا ونشوف طعمهم حلو ولا ابتدوا يلعبوا ولا ابتدوا يعملوا حركات مش تمام. نشوف مع بعضينا يعني. وطبعا قبل ما تتفرج على الفيديو لازم تتاكد ان انت عصافير بطنك بتصوصو زيي وتبقى جعان زيي. وطبعا ده اكل فطار، يعني ما ينفعش خالص انه يبقى اكل غدا ولا كده. ممكن يكون في واحد غلبان يعني بياكله غدا بقى، يعني ربنا يعينه ويقويه يعني. بس وطبعا انتوا عارفين ان العبد له فرعين، فرع في شارع شريف، في اول شارع شريف، والفرع الثاني اللي موجود في طلعت حرب. طبعا يا ريت لو يعرف يعمل لنفسه فروع تانية وينتشر في اماكن اكتر في الجمهوريه. الصعيد كبير جدا، وفي ناس بتحب منتجات العبد جدا، انت واخد بالك؟ يعني لو فتحت لك فرع هناك اكيد هتلقى جمهور كبير، وهتلقى اقبال شديد جدا جدا جدا، انت واخد بالك؟ بس فنقول بسم الله الرحمن الرحيم بقى كده ونبدأ مع بعضينا. نطلع البيتزا ولا الجبنة ولا البيتزا؟ نعمل ايه؟ هطلع البيتزا. ادي البيتزا. هو طبعا كان زمان الموضوع ارخص خالص، يعني كنت تعرف تجيب لك البيتزا دي ب 15 و 16 جنيه، تمام. دلوقتي بقت ب 25 جنيه. 25 جنيه في قطعه البيتزا. تصرف كريم اسبوع يا ابن الكلب ليه؟ البيتزا دي مفكرين نفسهم بتوع بيتزا هات، بس يلا خير. طبعا احلى حاجه في الموضوع ان في باكجينج محترم، وتبقى متاكد ان محدش لمسها بايده، يعني دي النظافه شيء مهم جدا عندهم يعني، وهم الناس مراعين، يعني الناس مراعين الحاجه دي. فنقول بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا البيتزا فيها زيتون وفيها فلفل، فيها جبنه كتير جدا، دي اكتر حاجه بتحببني فيها. وفيها طبعا الصلصه بتاعت البيتزا على خفيف كده، وزعتر. بسم الله. على ما اظن دي بايته يا جدعان. يعني هي من امبارح. لا الاداء مش هو بتاع زمان، يعني غليت وما بقتش باداء زمان. تعالوا لي ده انا اللي هربيكوا يالا. هو احلى حاجه فيها ان المكونات اللي فيها كتير جدا، مكوناتها كتير بصراحه، والطعم فيها باين انها معموله حاجه نظيفه، يعني ما راحش جاب مثلا كيلو زيتون من ابو 50 جنيه، لا راح جاب كيلو زيتون من الغالي، فاهم؟ يعني الحاجه بتاعته المكونات فيها كواليتي، جاب الحاجات الغاليه ما استرخصش، ده واحد. وطبعا احب اكد لكم وانا بتكلم في الفيديو ده ان انا لا متفق معاهم ولا قايل لهم والنبي يكبروا لي كميات ولا زودوا لي ولا اعملوا لي، ما بعملش اي حاجه من الكلام ده. دخلت دفعت ثمن الحاجتين
خدت حاجتي وجيت قعدت على قهوه وجيت اصور من الاخر. كله بفلوسي، توتو على كبوت المأخذ الوحيد بقى اللي باخذه عليهم يعني، ليه كل حاجات، ليه البيتزا عندهم مزيته كده؟ الزيت فيها بيبقى عالي قوي 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 قوي، مش عارف ليه. هي ما بين حاجه حلوه وما بين حاجه يعني مش صحيه مثلا. والله هو فطار يعني غالي، 25 جنيه للبيتزايه دي، وفي نفس الوقت هو صحي طبعا، معلش هو صحي. يعني واحد بياكلك فلفل وزيتون وصلصه طماطم عليهم حته عيش صغيره كده وجبنه وبتاع، لا يعني فطار صحي بصراحه. بس هو الزيت فيه عالي قوي، وهم من زمان على ده الوضع بصراحه يعني، من زمان على كده اهو. تعالوا بقى نجرب مع بعضينا الجبنه الرومي دي دي ب 24 جنيه. في قطه مزولانه يا جدعان، يلا بنت من هنا. معلش القطه بس بهشها. ادي فتحنا الساندوتش بتاع الجبنه الرومي، في شويه جبنه رومي يعني لا باس بهم، مش وحشين. هو حط لك زي نسرتين جبنه رومي كده وعمل عليهم الايه، الساندوتش بتاعه وحطه في الفرن، يعني هي كده يعني. وعلى الوش والله حاطط شويه جبنه زي السكر اهو. ده ب 24 جنيه، والساندوتش بتاع والبيتزا دي ب 25 جنيه. يعني كده بالصلاه على النبي 49 جنيه بفطر. العجينه بتاعته اللي هشه قوي وجميله، وطبعا شويه الجبنه اللي حاططهم على الوش دول معلين الاداء خالص يعني. ده احلى حاجه فيه يعني. وعامل حاجته برده بالزبده، يعني طعم الزبده باين فيها برده. هيفضحكوا بقى اهو، الجبنه الرومي مش واصله لاكل السندوتش بقى. وب 24 جنيه كيلو الجبنه الرومي ب 140 جنيه على ايه؟ يا ريت الناس لو ترخص حاجتها شويه برضه ويراعوا كده ويبقوا عارفين ان الظروف صعبه على الكل. يعني مش لازم كل يوم الناس تهري نفسها في الفول والطعميه، ما ممكن برضو ترخصوا حاجتكم شويه والناس تبقى بدل ما بتبيعوا كل يوم 100 بتهايه من دي، لا تبيعوا يا عم 2000 بتهايه، 5000، ربنا يوسع عليكم. بس يعني اعملوا بقى ماس برودكشن للحاجه وكبروا الانتاج بتاعها ورخصوا سعرها وظبطوا الكلام. احلى حاجه في العبد طبعا موضوع الباكجنج ده، ان تبقى متاكد تماما ان لا ايد لمست الحاجه ولا حد لعب فيها بايده ولا اي حاجه خالص. دي احلى حاجه عندهم بصراحه يعني. هي حلاوتها ان بجد يعني الطبقات اللي فيها والعجينه اللي جميله قوي 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 بصراحه يعني. بس مش مكترين الجبنه الرومي، حاطين جبنه رومي نظيفه، مش حاطين بقى اللي هو زي قشور الجبنه الرومي اللي من بره والحركات المعفنه دي، لا حاطين جبنه رومي بصراحه. بس يعني كتبروا الحشو شويه، رخصوا سعر البتهايه دي شويه، روقوا علينا كده، روقوا علينا. وبدل ما بتبيع يعني اقنع المواطن المصري بدل ما يروح يجيب فول وطعميه، لا يجي يجيب من عندك انت ويروق من عندك انت، وانت المكسب كله داخل. ها على العموم احب في نهايه الحلقه اقول لكم الاتنين على وضعهم حلوين مش وحشين، بس المأخذ الوحيد اللي باخده في البيتزا بس ليه زيتها كتير قوي كده، بس يعني دي بس الحاجه اللي نفسي اعرفها، ليه الزيت كتير قوي كده؟ معرفش.
تمام. اما بالنسبه لساندوتش الجبنه الرومي ده حلو مش وحش، حلو خالص يعني. العجينه بتاعته زي السكر بصراحه يعني، والحشو قليل شويه، لو زودوا حشو سنه كده او رخص الساندوتش ده شويه. يعني انا بقول لك اهو في اطار انك تقنع المواطن المصري بدل ما يروح ياكل فول وطعميه ياكل من عندك انت، تبقى انت عملت الصح. يلا اشوفكم في ريفيو جديد بقى. باي.